وبركاته. زي ما عليكم ده بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وبارك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزين نتكلم بقى عن الشغل في الجمله وفي القطاعي. الشغل في الجمله بيختلف يا جماعه جدا جدا عن الشغل في القطاعي. يعني ايه بيختلف عن الشغل في القطاعي؟ يعني الحاجه اللي بتطلع قطاعي بيكون طالعه للعميل منظمه ومنمقه، ممسوحه، محطوطه في كيس، مكتوب لها يعني اي حاجه انت بتكون ورا الكاميرا مثلا بتتعمل للعميل. يعني مثلا قبل كده كان زمان كان مثلا الاستيكرات ما كانتش بتيجي متلزقه في الشركه، كانت العبوات بتيجي مثلا من كل حاجه بتتعبى، كانت بتكون عبوات عليها ماده بتكون سائله، حتى كله بيعمل حاجه الكلام ده كله. ففي حاجات ما وراء الكاميرا وفي حاجات ما بعد الكاميرا. انا مسمياها كده لانه انت بتكون الحاجات دي بينك وبين نفسك، بينك وبين الشركه نفسها. ما فيش حد بيكون يعرف عنها حاجه غير الشركه والموزع. بعد كده بتوصل للعميل باحسن صوره، بتكون محطوطه الازازه نظيفه، ملزوق الاستيكر، محطوطه فاتوره، بتوصل باحلى واسمى الاشكال اللي المفروض توصل بيها للعميل. هي بقى بتوصلك انت ازاي؟ انت المفروض انت اللي تسالي. ولما مثلا يجيلك حاجه غلط في الاوردر، يعني يا ريت نسال الاول الموزع او الوكيل اللي احنا اخدنا منه. المندوب الشركه ده او مندوب الشحن ده مالوش اي علاقه خالص بالاوردر، ولا يعرف اصلا ولا يفقه شيئا في شيء، الا اللي هم شغالين في شركه لاستر نفسها، اللي بيجيبوا للوكلاء بقى اللي هو احنا الشغل. فالناس دي يكون عندها درايه وعلم كافي جدا. والا برضو لو هو شغال معاكي بقاله سنين مع وكيل، مثلا المندوب ده شغال معاكي بقاله سنين، ويكون مثلا شغال بالشهر او كده، ما يكونش مندوب رايح جاي كده اللي هو طياري. احذروا من المناديب اللي رايحه جايه طياري دي، لان هم بيعملوا مشاكل كتيره جدا. وانا شرحت في فيديو من الفيديوهات قبل كده قد ايه هم بيكونوا طماعين، ولما بيشوفوا ان الشغل ما شاء الله حلو جدا بيطمعوا وبياخدوا منك الشغل وبياخدوا العملاء وبيعملوا صفحه ويبتدوا يشتغلوا وينافسوكي. ويا ريتهم بس يعملوا كده، هم بياخدوا العملاء بتوعك. يعني لو ينافسوكي عادي مفيش مشكله، احنا كلنا شغالين مع بعض، وتاخد مني جمله عادي ومفيش اي مشكله. لكن ان انت تاخد مني العميل بتاعي اللي انا تعبت ودفعت فلوس في اعلان ممول او عشان تشتغل بيه، ده اللي غير مسموح تماما. نشتغل بقى على العملاء اللي هم قصدي الموزعين او المندوبين. اسمهم مندوبين بقى مش موزعين، عشان احنا موزعين. المندوبين نشتغل بقى مع المندوبين اللي هم بيكونوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، ناس محترمة، ناس في شركة مثلا معروفة، ناس لها سجل تجاري، بطاقة ضريبية، ناس تكون موثوق فيها. وهتجربوا كتير لحد ما تلاقوا الناس الموثوق فيها دي. مش من اول مرة هتشتغلوا هتلاقوا ناس موثوق فيها طبعا. مفيش الكلام ده، لازم هتتلدعوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تتعلموا. ايوه هتتلدعوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهتعرفوا ان الله حق. وانا مش بخوفكم، بالعكس الحياة تجارب. انا ذات نفسي اتعلمت كتير جدا في التجارب مع المندوبين. انا يعني اتلسعت كتير قوي منهم. فبصراحة انا يعني جبت اخري، فمش اي حد بثق فيه، مش اي حد تثقي فيه. اسمعي الكلمة دي مني، مش اي حد تثقي فيه، لانه ما بقاش فيه خير، بس ما بقاش زي الاول. تمام؟ يبقى احنا علاقتنا بالموزع المعتمد او الوكيل اللي احنا اخدنا منه الشغل، هم دول اللي احنا نشتغل معاهم او نتكلم معاهم لو حصلت لنا اي مشكله. ما نسيبش بقى المندوب واقف ساعه مثلا على الباب واستنى اما افتح الاوردر. اصل انت مش بتاخدي من حد مش معروف، انت بتاخدي من حد معروف. اكيد انت نقيتي الحد اللي انت هتشتري منه ده الحاجه، او هتشتغلي معاه بقيت عمرك. يعني
عن تفحص وتمعن وتأني وكل حاجة تتخيليها. فانت استحالة تكوني مشيتي كده من نفسك ورحتي جبتي من اي حد بيشتغل بيبيع في الشارع الحاجة. فانا ارجع للست المحترمة او للراجل المحترم اللي انا اشتغلت معاه او كلمتهم على الواتساب، وافهم منهم واتكلم بطريقة محترمة ومهذبة، لان احنا مش بنشتغل عند حد ولا انت بتشتغلي عند حد. انا اكلمك بطريقة محترمة وانت تكلميني بطريقة محترمة، لانه مفيش بينا غير كل تبادل الحب والاحترام فقط لا غير. انا بعلمك حاجة انا بستفاد منك، انت بتستفادي مني، هي عملية متبادلة. لازم نطول بالنا، لازم نفهم الاول، بعد كده نبقى نتعصب ونتنرفز. في حاجات ما ينفعش اقولها في الفيديو، لو لقيتيها عندك في في المنتجات اللي جاتلك، المفروض ان انت بتسألي اعمل ايه، هي الحاجة دي جايلي كده ليه، مش عارفة ايه كده، اسأل. لكن ان انا اتنرفز واتعصب واشنك واقول للمندوب ايه اللي انت جايبه ده، خد انا مش طالبه ده. انت اصلا بتكوني انت طالبه هو المنتج، بس انت مش عارفه شكله، مش عارفه اسمه، مش عارفه اي حاجه، هو ما يعرفش اي حاجه ومش هيقدر يفيدك باي حاجه. انت هتساليني انا هرد عليكي، هجاوبك. لا قدر الله حصل انه في بخاخه اتكسرت، حصل انه في حاجه اتدلقت، برضو هو ملوش علاقه، كل ده بيبقى معايا انا او مع الموزع المعتمد اللي انت وثقتي فيه واخدتي منه الاوردر. لازم ترجعي له، لانه هو مش هيضحي باسمه وسمعته عشان خاطر حته اوردر جمله. تمام. فلازم نحط في اعتقادنا الحته دي جدا، ولازم ناخد في بالنا قد ايه احنا لازم نكون هاديين وصبورين وعندنا اصرار وعزيمه عشان نكبر ونوصل. الكبر ده والوصول مش بيجي بسهوله، لا بيجي بعد تعب، وتعب سنين، مش تعب مثلا شهر ولا شهرين. ولازم تتعبي ولازم تدوري على اسم المنتج وتعرفي شكل المنتج واسم المنتج عشان تحفظي، والا هتاخدي كل حاجة على الجاهز، يبقى مكسبك مش حلال. انا اللي بقولك انه لازم تتعبي، وان الله لا يضيع اجر عامل اذا عمل. ودي حقيقة فعلا، انت لو عملتي بعمل واصرار واجتهاد ومجهود ان انت توصلي، ان شاء الله ربنا هيرزقك وهتوصلي في وقت قليل جدا. لكن ان انا عايزه اخد كل حاجه على الجاهز، مش عايزه اعمل اي حاجه غير اني اخد من هنا كابي وبست، خلاص كده انا هتبرمج ومش هعرف اعمل اي حاجه. لازم ابتكر، لازم يعني اطلع افكار من عندي، لازم اعمل حاجات تخليني اقدر اوصل للمعلومه بكل سهوله، واوصل المعلومه اللي انا عرفتها عن طريق حد تاني اوصلها للعميل بطريقه هو يفهمها، واطول بالي على العميل واكون صبوره جدا معاه. واكتر من اني اكون صبوره جدا معاه، افهمه بالراحه واعرفه بالراحه واقدم له كل المعلومات الكافيه اللي تخليه ان هو يرضى او يقدر يشتري مني انا دونا عن اي حد تاني. متنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.